حكاية فيلمنا النهاردة عن شخص متقاعد عايش لوحده حاسس بملل وفراغ كبير، ولكن حياته كلها بتتغير بعد ما بتجيله مكالمة تليفون بالغلط بتشغل كل وقته. وبنصحكم تكملوا الفيلم لحد الآخر لأن النهاية مختلفة تماما. بيبدأ فيلمنا مع شخص مسن عايش لوحده اسمه كبير بيجيله مكالمة على التليفون الأرضي، ولما بيرد عليها بيسمع صوت مزعج جدا. فبيبعد التليفون عن ودانه وفجأة بتتحول كل حاجة حواليه للون الرمادي، وبيكون كأنه في مشهد تلفزيوني قديم. وبعدها بتتحول للون الأسود، وبيلاقي نفسه بيقع تحت الأرض. وبعدين بيلاقي نفسه على السرير وكل ده كان حلم مش أكتر. وأول ما بيقوم من على السرير بيروح يشغل التلفزيون ولكنه ما بيشتغلش، فبيتصل على عامل الصيانة علشان يروح يصلحه ولكنه بيكون مشغول وبياكل وما بيردش عليه. فبيفضل كبير يدور في المجلات اللي عنده لحد ما بيلاقي رقم مركز صيانة تاني قريب منه وبيتصل بيهم. ولما الموظف بيعرف إن عنده تلفزيون قديم مش شاشة حديثة بيقوله إنهم مش بيوفروا خدمة تصليح التلفزيونات القديمة. ولما كبير بيصر عليه إنه لازم يصلحه لأنه متعلق به جدا بيتعصب الموظف عليه وبيقفل في وشه. وبعدها بيتصل عليه عامل الصيانة الأول مرة تانية، ولكن لما بيعرف إنه عاوز يصلح التلفزيون تاني بيقوله يرميه لأنه قديم جدا ومش هيتصلح وبيقفل هو كمان في وشه. فبيزعل كبير وبيخرج من البيت وبيسأل واحد من الشباب اللي واقفين قدام البيت عن مكان يقدر يصلح فيه التلفزيون القديم، ولكن الشاب بيتعصب عليه لأنه كان بيعد فلوس واتلخبط بسببه. وبيشوفه شاب من جيرانه وهو زعلان وبيسأله عن مشكلته. ولما بيعرف إنه عاوز يصلح التلفزيون بيقوله إنه عنده تلفزيون زيادة في مكتبه ومش محتاج ليه وممكن ياخده، وبيقول له إنه هيوصله له للبيت بدل اللي باظ. وفي البداية كبير بيرفض ولكنه بيوافق لما الشاب بيصر عليه وبيأكد له إنه فعلا مش محتاجه. ولما بيرجع كبير البيت بيقعد ياكل ولكنه بيشوف خيال شخص واقف ورا الباب بتاعه، ولكنه بيمشي بسرعة قبل ما يعرف هو مين. وبعدها بتروح عاملة النظافة الكبير وبتنضف له البيت وبتخلص شغلها وبتمشي. وبيروح له الشاب اللي ساعده ومعاه التلفزيون وبيفرح كبير بيه جدا، وبيفضل يتفرج عليه لحد ما بينام من التعب. ولما بيصحى بيتفرج على مسلسل جديد وبيكون البطل فيه شاكك في البطلة طول الوقت. وبيروح جيران كبير علشان يتسلوا معاه، ولما بيشوفوه هو بيتفرج على المسلسل بلهفة بيتريقوا عليه وبيقعدوا يلعبوا ليدو مع بعض. وبيفضل كبير يكسب في اللعبة وبيتضايق واحد من أصحابه جدا لأنه خسر كل الأدوار وضغطه بيعلى وبيفقد وعيه. فبيودوه المستشفى، ولما بينام كبير بيحلم إنه بيعمل كمادات على سرير في المستشفى، ولما بيصحى بيعمل نفس الحاجات اللي متعود يعملها كل يوم. ولما بيقعد علشان ياكل بيشوف خيال شخص قدام بيته تاني وما بيعرفش هو مين برضه. وبيقعد يتفرج على حلقة المسلسل الجديد وهو مبسوط وكأنه جزء منه. وبيرن تليفونه فجأة ولما بيرد بتكون بنت فاكراه الترز بتاعها، وبتسأله هو جاهز اللبس بتاعها علشان تروح تستلمه ولا لأ. وقبل ما يرد عليها جوز البنت بياخد السماعة من ايديها وبيسألها هي بتكلم مين بطريقة توضح انه بيشك فيها. فبتخاف وبتقوله إنها بتكلم الخياط ولكنه ما بيصدقهاش وبيقول لها تكلمه من تليفونه الشخصي، وبيرجع التليفون الأرضي مكانه. ولكن المكالمة ما بتنتهيش لأن في أستيكة وقعت من إيد البنت تحت السماعة والمكالمة ما اتقفلتش، وبتكون البنت خايفة جدا. ولما جوزها بيمشي بتاخد تليفونها وبتتكلم مع كبير وبتقوله إن جوزها ضربها تاني. ولما بيقول لها تسيب له البيت بتعيط وبتعرفه إنها ما تقدرش تعمل كده لأنها اتخلت عن عيلتها لما رفضوا إنها تتجوزه، وكمان غيرت دينها علشان تتجوزه لأنها كانت بتحبه بجد. فهي دلوقتي مضطرة تعيش معاه محبوسة في أوضة واحدة من غير ما يسمح لها تخرج منها لأنها ملهاش غيره، وبتكون حاسة إنها مسجونة. ولما بتبص للمروحة بتقرر تنتحر ولكن جوزها بيلحقها قبل ما تموت، وبيعتذر لها عن تصرفاته معاها وبيوعدها إنه هيوديها لدكتور نفسي وهيروح معاها، وبيصالحها وبيعرفها إن عنده مفاجأة كويسة ليها. ولكن لما بتسأله عنها ما بيردش عليها وبيقول لها إنه هيحكي لها عنها لما يرجع من بره. وقبل ما يمشي بيحذرها إنها لازم تقفل الباب كويس عليها. ولما بيمشي بتتكلم البنت مع كبير تاني وبتقوله إنهم خلاص اتصالحوا وبتطلب أكل من بره. وبيطلب كبير أكل زيها من نفس المطعم وبتكون البنت مبسوطة وبتشغل موسيقى وبتفضل ترقص. وبيفضل كبير يسمعها وهو بياكل وبتقوله البنت إنها رسامة، وبتحكي له إنها طلبت من جوزها كتير إنه يخليها تشتغل ولكنه طول الوقت بيرفض. وبتدور على الأستيكة بتاعتها ولكنها ما بتلاقيهاش. ولما جوزها بيرجع بتخبي عليه إنها طلبت أكل من بره لأنها خايفة منه، وبتحضر أكل ليه وبيحكي لها وهو بياكل إن في مخرج مشهور شاف قصة من قصصه وأعجب بيها وعاوز يحولها لفيلم.
فبتسأله عن الفلوس اللي هياخدها منه، ولكنه بيقول لها إن الفلوس مش مهمة عنده وإنه عاوز ينجح ويتشهر بس. فبتحس بالإحباط وبتقوم من قدامه علشان تنظف السرير، ولكنه بيتضايق وبيقول لها إنها لازم تفضل قاعدة قدامه وهو بيتكلم. فبترجع تقعد قدامه وبيكمل كلامه، وبيقول لها إن المخرج طلب منه تعديلات في القصة وهيسهر علشان يخلصها. فبتشجعه يخلصها وبتعرض عليه إنهم يسافروا أجازة مع بعد ما يخلص شغل، وبتقول له إنها زهقت من القعدة لوحدها وحتى التلفزيون مش شغال، ولكنه بيرفض. فبتسيبه وبتروح تحضر باقي الأكل، وفي نفس الوقت بيشوف كبير خيال قدام بيته تاني وبيروح بسرعة علشان يشوف هو مين، ولكنه ما بيلاقيش حد. فبيقفل الباب وبيرجع يمسك تليفونه الشخصي وبيتصل بالشرطة وبيبلغ عن الشخص اللي بيراقب بيته. ولكن الشرطي ما بياخدش كلامه بجدية لأن مفيش أي دليل عليه، وبيعتقد إنه شخص فاضي وبيعمل فيهم مقلب وبينهي المكالمة. فبيروح كبير ياخد بسكوت علشان ياكله وهو بيتفرج على التلفزيون، وبيلاقي صرصار تحته وبيحاول يموته ولكنه بيهرب منه. فبيروح يشغل المسلسل تاني، ولكن في نفس الوقت بيفضل ماسك سماعة التليفون. وبتكون البنت بتلبس ملابس مختلفة علشان تلفت نظر جوزها ليها وتخليه يخرجها، لكنه برضه ما بيخرجهاش. وفي النهاية بيتخانقوا وبيسيبها لوحدها وبيمشي. ولما بيروح أصحاب كبير يزوروه تاني بيرفض يدخلهم البيت وبيقول لهم إنه تعبان وعاوز يرتاح لوحده علشان يفضل يسمع البنت اللي بتكون في الوقت ده زهقت من جوزها، وبتقرر في الوقت ده إنها تنتحر بجد. وبيتصل كبير بالشرطة تاني وبيبلغ عنها علشان يلحقوها، ولكن الشرطي بيفتكره بيعمل مقلب تاني وما بيصدقهوش لأنه عارف العنوان ولا عارف أي حاجة عن البنت، وبيقفل المكالمة في وشه. ولكن كبير بيهدى لما البنت بتكلمه تاني، ولما بيسألها عن اللي حصل بتقوله إن جوزها اتخانق معاها وضربها تاني. وبتفضل تتكلم معاه كتير لحد ما كبير بيشوف الخيال تاني وبيخاف. فبتفتكر البنت إنه نام وبتفضل تعيط لأنها مش قادرة تستحمل معاملة جوزها ليها تاني. وتاني يوم بيفتح كبير باب البيت وبيلاقي كل جيرانه واقفين قدامه وبيسألوه عن تلفزيونه اللي طول الوقت عاوز يتصلح، ولكنه بيطلع حلم جديد. ولما بيصحى منه بيمسك سماعات التليفون تاني وبيسمع البنت بتتكلم مع عامل تصليح التلفزيونات، وبيتعرف على صوته وبيعرف إنه نفس الشخص اللي بيتعامل معاه، وعلشان يتأكد منه بيتصل عليه. ولما بيسأله هو فين بيعرف إنه بيصلح تلفزيون البنت، وبيتأكد إنه فعلا في بيتها علشان يصلح لها التلفزيون. ولما بيخلص العامل تصليح التلفزيون البنت بتحاسبه وبتخليه يمشي، وبتكون مبسوطة جدا لأن أخيرا في حاجة هتسليها، وبتشغله وبتفضل ترقص وبيرقص كبير معاها. ولكن العامل بيرجع تاني لأنها نسيت تقفل الباب، ولما بتسأله هو عاوز إيه بيقول لها إنه نسي محفظته. ولما بياخدها جوزها بيرجع قبل ما يمشي، ولما بيشوفه في البيت بيفتكر إنها بتخونه، وبيفضل يضرب فيه. وبعد ما بيخلص بيقفل البيت عليهم، وبيفضل يضرب فيها وبيربطها على السرير، وبيفضل يقول لها كلام مهين لأنه شاكك فيها بسبب عدم ثقته في نفسه. وبيكسر تليفونها وبيفضل يقول إنها خانته مع كل الجيران. وبعد شوية بيجيب أكل وبيقعد ياكل جنبها وبيحاول يأكلها، ولكنها بترفض. فبيأكلها بالعافية وبيقول لها إنه بيخبيها من الناس لأنه خايف عليها من العالم اللي موجود بره. وبيقول لها إنه بيعمل كده علشان بيحبها جدا. وبيجيله اتصال من المخرج فبيغير لبسه لأنه عليه دم وبيسيبها مربوطة وبيمشي، ولكنها بتقدر تفك إيديها وبتحاول تخرج من البيت، ولكنه بيكون حابسها وقافل عليها من بره. وبتحاول تفتح الباب ولكن في النهاية بتفشل. فبتتكلم مع كبير وبتقوله إنها تخلص كل حاجة النهاردة وبتجهز نفسها وبتحضر الحلويات اللي جوزها بيحبها، ولكنها بتحط فيها سم وبتقرر تنهي حياتهم هما الاتنين. ولما جوزها بيرجع بيتعامل معاها وكأن مفيش حاجة حصلت، وبيقول لها إن عنده خبر حلو ليها. ولما بتسأله عنه بيقول لها إنه هيحكي لها بعد ما ياكل الحلويات اللي بيحبها. فبتديله طبقه وبتمسك طبقها وبتقعد تاكل قدامه، وبيحاول كبير يمنعهم من الأكل ولكنه مفيش حد بيسمعه. وبتتقفل المكالمة وما بيكونش عارف يتصرف ازاي، وبيفضل قاعد حزين لدرجة إنه بينام على الأرض، وبيسمع الأخبار اللي بتتكلم عن انتحار البنت وجوزها. وبيقرر يخرج من البيت ويشوف الشاب اللي ساعده، وبيسأله هو رايح فين. فبيعرفه كبير إنه رايح يشتري خضار، فبيقوله إنه خلاص اشترى الخضار وبياخده علشان يرجعه البيت. وبنشوفهم وهم ماشيين في ممر المستشفى، وبنفهم إن كبير مريض عقلي، وبنفهم إنه موجود في مستشفى للأمراض العقلية، والأوضة بتاعته هي البيت اللي بيتخيل نفسه عايش فيها علشان يهرب من الواقع. والشاب اللي بيساعده هو الدكتور بتاعه، وبيديله الدكتور حقنة مهدئة. ولما بياخدها بينام وهو مرتاح وكأنه بيستعد علشان خياله ياخده القصة جديدة. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهاردة، وبنتعلم منه إن مهما كان الواقع صعب فالخيال ممكن يكون أصعب.
ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس، وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا ايه الافلام اللي حابب اننا نلخصها.